السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير. معاكم مصيف للاكل البيتي. ما تنسونيش طبعا في لايكاتكم الجميله واشتراككم في قناتي عشان تكبروني بيكم وليكم، ولايكاتكم طبعا عشان الفيديو ينتشر وكل الناس تشوفه. تمام. النهارده هنبدا ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ده يا جماعه اوردر النهارده. تمام يا بنات، ده اوردر ان شاء الله النهارده. اللي حابب يحجز يتفضل، انا بسيب رقمي في الوصف عشان اللي حابب يحجز يتفضل. بنوصل كل حته داخل القاهره، قريبه او بعيده، المندوب بيوصل لكم لحد باب البيت. تمام يا حبايبي. النهارده بسم الله ما شاء الله عملنا ايه؟ عملنا باميه اهي، باميه بس اللي جوه ده ربع فرخه عشان هو مش عايزها باللحمه. اللي جوه ده فراخ. عملت باميه بالصلصه. طبعا الحاجات دي تجهيزات، دي ما تسبكتش قوي، انا عاملاها نص سوا وهو طبعا هيجهزها في البيت. تمام. عملت باميه وعملت بسله، وده برضو ربع فرخه اهو. وعملت بسله وده نص فرخه. بصوا شكله بسم الله ما شاء الله جميل جدا. نص فرخه اهي، نص فرخه نيه زي ما انتم شايفينها. بصوا شكلها عمل ازاي اهي. وعملت محشي مشكل. الحاجات دي كلها يا حبايبي على السوا عشان اللي حابب يحجز مفيش اي مشكله. وعملت ملوخيه. بصوا اكياس الملوخيه، بصوا الكيس اهو، بصوا الكيس عامل ازاي بسم الله ما شاء الله اهو. بصوا اهي 3 اكياس ملوخيه اهو. انا خرطتها وعملتها اكياس وجهزتها عشان ياخد يحطها في الفريزر. تمام اهو. يبقى اوردر النهارده باميه وبسله وفراخ جميله صغنوني زي ما انتم شايفينها. دي على فكره فرخه 2 كيلو، حطيت نصها في الاكل ونصها نيه طبعا على حسب ما بيطلب مني اهي. وعملت ملوخيه مخروطه وحطيتها في اكياس بالمنظر ده. وعملت محشي مشكل اهو يا حبايبي. تمام كده اهو. ما تنسونيش بقى في دعمكم ليا وتعليقاتكم الجميله، تقولوا لي ايه رايكم. واللي حابب اشرح له اي طريقه اكل انا بعمله مفيش اي مشكله، يتصل عليا ويقول لي انا عيني ليه. واللي حابب يطلب اوردر انا برضو عينيا ليه. تمام يا حبايبي. انتظروني بكل جديد مع مصيف للاكل البيتي. ما تنسونيش في لايك واشتراك في قناتي عشان اكبر بيكم وليكم، وتعليق وتقولي لي بالظبط ايه رايكم. واللي حابب يحجز انا عينيا ليه، هيروح له لحد باب البيت داخل القاهره. واللي حابب يوصل لي يخش على الوصف وهيلاقي رقمي في الوصف. تمام يا حبايبي. السلام عليكم.